الخطاط ينجا اللي هو راي جهة الداخلة. الحزب في الانتخابات فاتت تربح جوج جهات، جهة العيون وجهة الداخلة، ومعروف عن جهة الداخلة ما كان باقي حد عن يربح الحزب، ولكن فضل الله جاب لنا عن ربحها. احنا دخلنا الانتخابات والله ما نعرف كان يربحوا جهة ولا جهتين ولا ثلاثة ولا واحدة ولا ما نعرفهم. الصناديق ذا العطات كما قال لكم الخطاط. اسكم تفهموا تاريخ بعد كاع الأقاليم الجنوبية هي اللي بغيت أنا نتكلم عليها. تاريخ الأقاليم الجنوبية احنا كنا مستعمرين من طرف اسبانيا 100 عام، مستعمرتنا اسبانيا. سابق 75 ما عندنا لا وثائق المغرب ولا وثائق موريتانيا، عندنا وثائق اسبانيا كنا. واللي بقى يجري علينا بن عندنا وثائق اسبانيا لا يجري علينا، احنا يجري علينا كل شيء. الناس كل شيء عندها الجنسيات، استاذوا عارفين كون واضحين. ما خالق اليوم صحراوي اللي كانت مستعمره اسبانيا، الصحراء الاسبانيه كبير ولاولاده ما عنده الجنسيه وعنده الاقامه وراه ساكن في المغرب. وزاره الداخليه فيها نيت قبال عامل عنده الجنسيه، العمال اللي فيها كاملين عندهم الجنسيه الاسبانيه ولكن ذا حقهم. حتى المغرب هنا كل المدن المغربيه الشمال راه كله عنده تقريبا الكران ديال اسبانيا. سبتهم لي اليوم اللي يدخلوا الناس لا بالبطاقه ديال السكان ديال سبتهم لي. كاين مغاربه اللي عندهم اسيدي جنسيه كنديه، كاين اللي عنده الفرنسيه، ولكن احنا ذي 100 عام اللي مستعمرين اسبانيا راه عطاونا الحق في الجنسيه ديالنا. سابق المغرب ولو احنا مغاربه، احنا سابق ذي 100 سنه كنقولوا الله ينصر السلطان ويهد الاوطان. والنهار اللي جا انقلاب على جلاله الملك الناس كلها تتباكى. نضع احنا مؤمنين مغربيتنا سابق اباتنا واماتنا سابق نخلقوا احنا. الناس كانت جاهد في سبيل الله لا من حق لا من اجل المغرب. جاهدوا اباتنا واماتنا جاهدوا في جيش التحرير وخبطوا فرنسا وموريتانيا ماشيين على الجمل. جهاد لوجه الله لا جهاد ما دار به لا دوله ولا دار به لا من اجل الله تبارك وتعالى وجه المملكه المغربيه. جهاد زمن اسبانيا باش تعودوا عارفين احنا استقلينا 75 والصح ولا ما صح منكم عارف التاريخ 75. سابق ذيك 100 سنه ما كاين رقاش ما عنده الجنسيه. ومنين استقلينا اسبانيا مرقت واحد القرار 79 تقول لهم يا الناس ديال السكان ديال الصحراء اللي كانت تحت الاستعمار اسباني اللي منكم كامل بغى يجدد الجنسيه ديالو يجي دابا. الناس كامله مشات وجدت الجنسيه والعمال عارفينه والوزارات عارفينه والدوله عارفتها والمخابرات كلها عارفه عن عندنا الجنسيه. ولكن اذا حقنا يا غير مولي جنسيتنا المغربيه ما قد حد يقلعها منا. رقم مولي عن اسبانيا المخابرات الاسبانيه ما سهله ما هي قادره راه يعرف على المغاربه كلهم عند اللي هما صحراويين وكانت مستعمره اسبانيا عندهم الجنسيه الاسبانيه كامله. سفيرنا هما ادري العايد راه عنده اسبانيا هو عنده باسبور اسبانيولي وقبلته اسبانيا وكان ما ادري. لا عادي ذا حقنا اخويا قابضينه نمشوا ما طلبنا لا فيزا ولا طلبنا والو. الساعه اللي بغينا نقوم مدندنين قيسوا اسبانيا متهنين. ذا حقنا غير ذا ما قال حتى مغربيتنا ولا قال عنا ساكنين في اسبانيا والله ساكنين موريتانيا. 75 خصكم تفهموا ولا قالين الجهات بجوج وقسموا جزء مشات به موريتان هو الجزء الجنوبي الداخله واوسط. نضع موريتان كانت معنا في اتفاقيه 75 اتفاقيه مادريد. واحنا الناس ديال الصحراء ما زين عندنا نقسموا زين عندنا كل شيء نمشوا للمغرب ما نمشوا لاي بلاصه اخرى. وقسمت الداخل بقاو هما اللي الناس ديال الداخل جنوب المغرب واوسط كل
كلهم عندهم البطايق ديال موريتانيا كلهم. طبعا استعمرتهم دولة من 75 إلى 79 شحال 4 سنين. 4 سنين استعمرتهم، معناها كانت موريتانيا قابضتهم. شبه استعمرتهم، كانت داخله اتفاقيه ديال مدريد تابعه لموريتانيا، والناس كامله اللي جا العيون ما بغى ديك الاتفاقيه وجا العيون راهو عدل اوراقه، واللي بقى فم بقى تحت الرايه الموريتانيه حتى انسحبت موريتانيا وجا المغرب. غير كامل عندهم جنسيات، اللي بغى يمشي لموريتانيا ويعدل جنسيته يعدل جنسيته عاديه، طبعا هم الاحصاء الموريتاني حاصل الناس كامله، هذا عادي وطبيعي. هذه باش كاع نقلعوا الشك من ذا الوضع ذو، باش راهو لا بقى حد يجري علينا والله يمنعنا من الانتخاب. احنا كلنا عند الجنسيات الاسبانيه، راه الكبير والصغير تعال يقول لكم، والدري الصغير الناس دابا كتظل تجري النهار كامل تعدى الكواطه اولادها اللي كاينين خلقوا، تمشي تعدلهم في العيون، تثبت عنه راه خلاقه في العيون والله الداخله، وتمشي للقنصليه اسبانيا وفقدير وتطبعهم، وتمشي لوزاره الخارجيه المغربيه وتطبعهم، وتمشي لمادري وتتبع اولادهم، وهم في السفاره راعي السفير اسبانيا يسولوه، راه كل نهار يظلوا يعدلوا كرنا اولادهم يوميا، هم في السفاره عندهم. حقنا عباد الله، حقنا. اعطانا مولانا عنا يعودوا عندنا كرن ما نقبضوا لا فيزا ولا نقبضوا والو، نمشوا. واش يقد حد يحيدونا؟ واش يقد يقولوا لحد عندنا ما مغاربه؟ ما يمكن، ما مقبوله، ما يمكن. احنا مغاربه. يعني جا الخطاط اللي وقع له ذا كما قال لكم، هو ما ساكن موريتانيا، داره في الداخله قدام دار الوالي، وداره هنا في الرباط اللي سمى لكم منين كره كاريتالو وزاره الداخليه نظر نعايد، وما زاد كاريتالو دابا. وكيفاش واحد ساكن عندك ما هو ساكن وانت تكري له داره؟ تكاري له داره لما يصح. انت واحد ما هو ساكن وكاري له دار. الفترة ديال العمل سكن، وانا كنشكرهم الكاري له دار كما كراو العايدين كاملين، كراو العايدين كاملين الجو. إلى عاد واحد من أجل اللي انتخب، طبعا هذا الانتخاب إذا كان الانتخاب حر ونزيه يخلوا الناس تنتخب. إذا كان الانتخاب فيه تعيين والله بغيت يعينوا كاع ونوفاو، ما كاين حتى شي مشكلة. يعينوا قبيل الجهة اللي بقاو الخطاط ولا العيون ولا أي بلاصة يعينوا اللي بقاو ونوفاو من الأمور. ما كان علاش نصوتوا، ولكن ما دمت أنا وصوت عليا جبت 13 عباد الله، واحد جايبه 13 واحد جايبه 3 يبقي عنه يعود هو الرئيس. هذا المنكر. هذا الخطاط راه ما عنده أغلبية، الأغلبية ديالو من العدالة والتنمية ومن الاتحاد الاشتراكي في الداخلة، وانا سمحت له بانه يدير الأغلبية ديالو، نضع نحن اللي عندنا 13 واتفقوا عليه انه يكون عنده تكون هو الرئيس. هذا عادي وطبيعي كما داروا الناس كاملة في المدن كلها، كما داروا المدن كاملة، دارتوا الدار البيضاء ودارتوا طنجة ودارتوا فاس ودارتوا مكناس ودارتوا احنا عندنا 13 خصونا غير 4. اي يا عملاك، غير انت معاك ناس، معاك ناس، ما نقولوا معاك ناس، غير انت عندك جبت اغلبيه. الحزب استقلال جاب 13 عضو وعضوه في الجهه، هذا هو اللازم. ونقول لكم واحد القضيه، تقسيم الانتخابات في الجهات، احنا عندنا 39 في العيون، داخله بالضبط وخلات فيها 25 وأوسرد نعطات له 12. احنا في العيون جاتنا 25 فمن بعد حيدت خلاونا 16 و9 في السمارة و9 في بجدور و5 في الطرفة. ماذا عنه الداخلة كانت النية مبيتة على 25 إلى جاب واحد حصته منها صافي، ولكن مولانا خير من كل شيء. الإرادة خسرت، كاين إرادة الإلهية اللي هي أمتن من ذا كله. طيب أنا ماني عارف واش
باقي عن ذا اللي يعدل دابا ما في صالحنا ولا في صالح حد، ما في صالح حتى حد ولا في صالح حتى الدولة، ما في صالح حتى الدولة منفسها مصالحها، ولا في صالح المنطقة. نضع أنه ذا صعيب بزاف، باش اللي بغيت تحيد واللي بغيت دير ذا ما يمكن. ملفات موجودة، ما كاين واحد منا اليوم ما عليه ملف. نضع أنه منين تتكلم انطروا له ملف جيبوا سيدي، أما تعود إياه والله ملفك ذا هو. احنا نتكلموا لكم قدام يزيك جاء على أسبابنا كلها وسكتنا، ولكن ذا الشيء ما قد نسكت عنه من أجل الوحدة الترابية الوطنية ومن أجل المملكة المغربية، وعملنا من أجل المملكة المغربية ومازلنا اللي نتموا نعملوا بيعتنا يقال مبايعين لله جلالة الملك وحده محمد السادس، راه ما مبايعين احنا بشر ثاني باش تعودوا عارفين، واللي بغى يخوينا احنا مبايعين جلالة الملك محمد السادس وحده كما بايعنا الحسن الثاني الله يرحمه. احنا مبايع الملوك المقارن، ما نبايع الاشخاص الاخرى لا، استودوا عارفين باش حد ما يحرم. احنا راه ما مبايعين حد ما هو الملك، كاين الله الوطن الملك هو اللي كاين، ولكن باش نبداو نحاربوا ظلما وعدوانا على اللي الظلم على شاب أنيق وشاب ظريف وجاء عايد كي العايدين كامل، ولكن هو نجح بدار راجل أعمال ونجح وتوفق وإحنا تبعناه، وما كان باقي يدخل السياسة ودخل السياسة ودخل من باب نزيه ونظيف ومعقول ونجح. شنو معنى بغيت انت تترد حزب استقلال من الداخل؟ علاش اخويا؟ علاش؟ صارت غير اقتراحاتكم. ما اللي اكثر من ذا قام علينا حرب على البلديه، على محمد لمين، حرب طلب من يترشح، بقوا يهرسوا ملاك ويهرسوا كل شيء يهرس وطيل كامل على البحر، الناس بانيه هو يجيه يهرس ديالو كل شيء. لكن ما يصح احنا نقولوا عنا دائما صابرين من اجل الوطن، وطبعا اللي انتم نبقاو صابرين ونبقاو نحاربوا من اجل الوطن، ولكن هذا الشيء اللي يوقع دابا ويجي نقال عن ينجى الخطاط عنه موريتاني ولا صالح، هذا ما عنده معنى. ينجى الخطاط هو واحد من الصحراء الاصيلين، وبوه نقول لكم بوه كان واحد من الحزب الاتحاد الوطني الصحراوي اللي كان اصلا رئيسه هو سي خلينا ود رشيد البايع جلاله الملك في 75، وكان مع محمد لمين وحفظه الله يرحمه يكافح ضد الاستعمار الاسباني وضد الجبهه قبال، وما كاين شي صحراوي وشي بلاصه ما هو مغربي، حتى ذوك البوليزارو راهم مغاربه، ولكن راهم لا كاينوا المغاربه الاخرين اللي كانوا داروا انقلابات على جلاله الملك وداروا كل شيء وكانوا بغاو يقتلوه وكانوا بغاو كل شيء، ولكن مغاربه طايشين، ولكن ما مغاربه، وكانوا معهم مغاربه ما يجوا عايدين ويتوظفوا ويقبضوا المراتب الكبرى ويعدوا كل شيء، وما مغاربه ولا يبقاو مغاربه، ولكن المغاربه فكرهم طايش. واش ما كانوا المغاربه سابقا وحدين اللي يديروا انقلاب على جلاله الملك 71 و72؟ احنا نسمعوا لها في الراديو ديال اسبانيا وكل شيء ونبكوا علاش كان الملكيات ما مسوش، ولكن لا. دابا الخطاط قضيته قضيه ظلم، احنا اللي ما قاضي الاهانه ما تنقبل، تقبض اللي فردي وتخبطني بي وتقتلني والله تنطحني بشي كاميون والله دير لي شي حاجه اللي عاد، ولكن تهني لا، طياره احسن من الكاميون. تهني لا، تهني ما يمكن تهني، ما مقبوله، ما مقبوله. ثانيا احنا ما عرفنا ذا اللي يحرك ذا هو من هو، هذو الاشخاص اللي هما دارقين ما عندهم لا مسؤوليه ولا هم كذا ويحركوا ذا، احنا ما عرفنا هو من هو ذا شنو ذا معناه، وفين ماشيين وفين لا يمشوا بذا البلد اللي ذنبتوا اللي تم ذنبتوا، ما يصح، مرفوض بتاتا أن يكون ذنبته.
ولين كافحوا حتى نموتوا على سبيل الوطن المملكة المغربية، وعلى انتصارنا وعلى عملنا حتى نفناو كلنا عن آخرتنا وحنا نكافحوا.